اللي يعرفوا ليلى مراد عن قرب، مش خارج الوسط الفني، كمان كان ليها اصدقاء خارج الوسط الفني، يعرفوا الست دي كانت مصريه قد ايه وبتحب بلدها قد ايه. فهي تألمت جدا من الاشاعه دي. هيقعدوا يقولوا مش عارف او بسمع انا وبقرا طبعا في كتب كتير مش عارف مين اللي اطلق الاشاعه دي عشان كذا ومين اللي اطلق الاشاعه دي عشان كذا. انا طبعا يعني ما عشتش هذه الفتره فما اقدرش احكم. بس ده اكتر حاجه المتها جدا، لانها هنا تشكيك في وطنيتها. بالظبط يا فندم. بالظبط. لانها كمان دي يعني يعني زي ما انا كتبت بكتب انا شويه ذكريات كده لنفسي، يعني ذكريات خاصه. كتبت انها لما يعني لما كنا بنروح اسكندريه مثلا نشتري سمكيات، ربنا على فكره هي اسكندرانيه اصلا، اسكندرانيه مش قاهريه يعني. اتولدت في اسكندريه وعاشت لمده 14 سنه في اسكندريه. فلما كانت تروح تشتري سمك وبتاع ومش عارف ايه من ابو قير وبتاع، فكانت تقول للراجل وهي بتنقي السمك، كانت تفهم في السمك قوي، فكانت تقول للسمك على فكره انا خد بالك ده انا اسكندراني اكتر منك، انا من بحري، انا من مش عارف ايه، فخد بالك اوعى. فهي الحكايه دي المتها جدا.